محمد، اهلا وسهلا فيك معنا. يعني بداية، لماذا أسست مبادرة التوعية بإعاقة خلل عسر القراءة؟ الله يحييكم يا سيدي. أولا أنا أسست المبادرة لأنه أنا واحد من المصابين، وفي معانا أيضا مصابين مشاركين معانا. نبغى نعرف العائلات والأسر إيش هي هذه الإعاقة. وفي عندنا الإعاقة هذه تصنف نوعين، في منها صعوبات تعلم وفي منها إعاقة تعلم. يعني في جزء من الأشخاص يستطيعوا التغلب عليه، وفي جزء آخر من الأشخاص لا يستطيعوا التغلب عليه، ويضطروا انهم ياخذوا مثلا مثال زي انا باخذ دواء مقيد اسمه كونسيرتا عشان اقدر اتكلم معاك وامارس حياتي اليوميه بشكل اقرب للطبيعي. فيحتاج التوعيه مع بعض كلنا كمجتمع، لانه بيتركز كان في البدايه على اخصائي صعوبات التعلم، وكان دور الاطباء محدود، فكانوا بيركزوا على هذا. انت ما تقدر تاخذ سياره بدون بنزين، وسيارة جديدة وكويسة بدون بنزين وتبغى تشغلها ما حتقدر تشغلها. فأخصائي صعوبات التعلم ما حيقدر يعالج المشكلة إذا ما في طبيب مخ وأعصاب يستطيع إنه هو يشوف الحالة إذا هي إعاقة تعلم أو صعوبة تعلم.